والرشاد والأمن والطمأنينة إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. لذلك ما كل عمل يقبله الله عز وجل. هناك بعض البدع كأن تقول حفل غنائي ساهر يرصد ريعه للأيتام، هذا عمل ليس وفق منهج الله، مع أن نيته فيما يبدو العمل الصالح. أو أن تقول يا نصيب خيري، فالعمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. فهذا من أجل أن نوفر أوقاتنا وجهدنا، وألا تنطبق علينا الآية المؤلمة لمن تنطبق عليه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد من التأكد من صواب العمل، هل يوافق السنة؟ هل يوافق منهج الله عز وجل؟ هل يرضي الله عز وجل؟ هل يقبله الله عز وجل؟ هل في هذا العمل إيذاء للآخرين؟ هل في هذا العمل ابتزاز لأموالهم؟ هل في هذا العمل عدوان على أعراضهم؟ هل في هذا العمل أخذ ما ليس لك أن تأخذه؟ فلذلك قانون قبول العمل مهم جدا في حياتنا. ما منا واحد إلا ويتحرك بحكم الدوافع التي خلقها الله فيه، ولكن هذه الحركة إما أن تأتي وفق منهج الله فتكون السلامة والسعادة والتفوق والسرور، وإما أن يكون الإحباط والإخفاق والبعد عن الله عز وجل، والشعور بالبعد والشعور بالشقاء. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، العمل متى يقبل؟ قال تعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين. ما الإخلاص؟ أن تبتغي بهذا العمل وجه الله. بل ما علامات الإخلاص؟ علامات الإخلاص أيها الإخوة ألا يتغير العمل وأنت تعمله أمام الناس أو تعمله وحدك في البيت. ليس هناك فرق بين خلوتك وجلوتك، ولا بين سرك وعلانيتك، ولا بين العمل الذي تفعله تحت ضوء الشمس أو في مكان خافت الإضاءة. العمل واحد، لا يزيد ولا ينقص ولا يتأثر ولا يتبدل ولا يعدل ولا يضاف عليه، في خلوتك وفي جلوتك، في سرك وفي علانيتك، في باطنك وفي ظاهرك. هذا من علامات الإخلاص. وعلامات الإخلاص أيضاً تؤكد أن العمل لا يزيد بالمديح ولا يزيد بالذم، هذا أيضاً من علامات الإخلاص. ومن علامات الإخلاص أنك تشعر بعد هذا العمل بما يسمى بالسكينة، والسكينة شعور لا يوصف، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أيضاً أيها الإخوة، نحن حينما نقرأ قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، معنى ذلك أنه من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، وإذا لم تستحي من الله في هذا العمل فاصنع ما تشاء. لذلك يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. لا يكون الدين مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا وصوابا. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. بل من شدة الورع الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء فهموا من أقوال النبي المتعددة فقالوا هذا القول الرائع، قال: والله لترك دانق من حرام. وقال العلماء: الدانق سدس الدرهم، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. إذن البطولة أيها الأخ الكريم أن تتحرك، لكن أن تأتي الحركة
وفق منهج الله، وأن يكون العمل مقبولا إن في إخلاصه وإن في مطابقته لمنهج الله عز وجل. وهنيئا لمن جاء إلى الدنيا وعمل صالحا وقبل الله هذا العمل فسلم في الدنيا وسعد، وسمح الله له أن يكون من أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. قد يفهم بعضهم من هذا الحديث أنه متعلق بالحياء، ولكن الحديث له أبعاد دقيقة. يعني إذا كان هذا العمل وفق منهج الله ويرضي الله والمجتمع الذي تعيش فيه لا يقبلون هذا العمل، فلا تعبأ برأي الناس فيك. البطولة أن يكون العمل عند الله مقبولا، وأن يكون العمل صالحا وفق تعليمات الصانع ووفق منهج الله. فإن لم تستحي فافعل ما تشاء أو فاصنع ما تشاء، ولا تعبأ بكلام الناس المثبطين الذين تحكمهم عادات وتقاليد. أيها الإخوة الأحباب، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.